اهلا بيكم من جديد. احنا في صناع العاصمه زي ما اهتمينا بقطاعين مهمين جدا وهو قطاع الصناعه والعقار، هنهتم كمان الفتره القادمه بقطاع ثالث وهو قطاع واعد جدا، وهو القطاع الزراعي، لان هو قلب الاقتصاد ومفتاح التنميه واساس بناء المجتمعات. والزراعه من اهم القطاعات اللي بتدعم اقتصاد اي دوله، لانها اكل وشغل ودخل لمعظم الناس، وبدونها مستحيل تتحقق تنمية اقتصادية حقيقية. ومعانا ومعاكم اليوم كيان صاحب إنجازات وبصمات في التنمية الزراعية، كيان نجح في استصلاح مساحة شاسعة وبنى مجتمعات متكاملة ونفذ حلم بيتك في غيطك. معانا ومعاكم الأستاذ أسامة الفار، رئيس مجلس إدارة الفلاح للاستصلاح الزراعي. أهلا بيك معانا يا اهلا فندم بحضرتك استاذ في جيمي. صناع العاصمة. ربنا يبارك فيك. أستاذ أسامة، بصفتك متخصص ومتخصص قوي جدا في هذا المجال، كلمني عن أهمية القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد وبناء مجتمعات جديدة. طبعا حضرتك القطاع الزراعي هو اصل الاصيل في بناء المجتمع، اصل اصيل في بناء المجتمع. لولا الزراعه ما كانت الصناعه، ولولا الزراعه ما كانت التجاره، لان هي كلها مبنيه على بعضها حقيقي. وطبعا لما نيجي نبص لخارطه الطريق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسه، من ضمن الأنظمة ومن ضمن الطرق الفارقة التي أثبتت للعالم كله أن مصر قادرة على التحدي، وقادرة على خوض المعركة، وقادرة على أن تقول للعالم كله أننا خارج نطاق الفقر حقيقي. الاهتمام بالمشروع الزراعي هو الأصل الأصيل في بناء المجتمع. الاهتمام بالمشروع الزراعي هو بناء المجتمع على أرض الواقع. الاهتمام بالمشروع الزراعي والزراعة هو جلب وحد للفجوة ما بين الاحتياج والاستهلاك. حقيقي. أنا النهاردة زرعت، هاكل وهأكل غيري، هحد من فجوة الاستيراد من أي حاجة استراتيجية احنا بنستوردها. يبقى أنا كده الاهتمام بالمشروع الزراعي هيخلينا احنا في مصر مجدوعين أو مسنودين. الاهتمام بالمشروع الزراعي من قبل الدولة وشركات الاستثمار وصغار الفلاحين هتخلينا احنا فعلا قررنا من انت لامس على أرض الواقع مساندة الدولة ودعمها الكامل لهذا القطاع ولا لا؟ في الحقيقة يعني القيادة الرشيدة وخارطة الطريق، ومن ضمن أهم معالم التنمية الواضحة على أرض الواقع المشروع الزراعي. طبعا. لأن لولا الزراعة ما كانت الصناعة، ولولا الزراعة ما كانت التجارة زي ما قلنا. طيب السيد الرئيس في سنة 2017 أطلق البادرة الأولى للمشروع الزراعي على أرض الواقع، اللي هي استصلاح 1.5 مليون فدان. شركة الريف المصري الجديد هي الشركة الوحيدة التي ولدت من رحم الحكومة. لماذا؟ لحد وسد الفجوة ما بين الاحتياج والاستهلاك. احنا عايزين النهاردة نزرع قمح، عايزين نوفر مساحات ذرة، عايزين النهاردة نجيب المستثمرين بتاعتنا اللي هم خارج البلاد وعايزين يستقروا داخل بلادهم، ان هم يزرعوا ويقلعوا. وعايزين نشجعهم. ما هم ده تشجيع يا فندم. بالزبط. النهارده مبادرات اطلقتها شركة الريف المصري الجديد، ان هو يجي يستثمر في بلده. مبادرات، عايز 50 فدان، عايز 40 فدان، عايز 100 فدان، عايز اكتر، عايز اقل، لحد الوفات الافدنه، تعالى. ولكن المحور الرئيسي انك تزرع، مفيش هزار. تمام. وداعا للتسقيع. هتشتغل يعني هتشتغل خلاص، وداعا للتسقيع. فمن هنا 1.5 مليون فدان كانت بادره، كانت 2017، وكان نصيب الوادي الجديد او الفرافره تقريبا من 400 ل 500 الف فدان حينها. وباقي المساحات متنطوره الصحراوي الغربي والمغرى وغير ذلك. ثم بعد ذلك الرئاسه الحكيمه برضو الرشيده. عايزين الناس كلها تعرف الكلام ده يا جماعه، ان الدوله مش نايمه، لا الدوله. استاذ اسامه، انا عايزه اقول لك، انا اللي بسطني في الموضوع كله ان في واحد قوي جدا من هذا القطاع حاسس بدعم الدوله الكامل. نعم ليه. نعم. ده مش كده وبس، ده استطاعت الدوله على إنشاء جهاز ضخم جدا، جهاز مستقبل مصر. النهاردة احنا اتكلمنا عن الريف المصري وتملك الأفراد وتملك الشركات وجلب المستثمرين
اللي هم المغتربين خارج البلاد ليستثمروا فين؟ جهاز مستقبل مصر ده اكبر مكافأة لكل مصري. طبعا يا فندم، النهارده جهاز مستقبل مصر الدلتا الجديده انشاؤه سنه 2021. الجهاز ده استطاع ان هو يحد فعلا، يحد ويساعد في سد الفجوه ما بين الاحتياج والاستهلاك. الجهاز يا فندم، الصوامع ما كانش عندنا تخزين، ما كانش عندنا اي مخزون. النهارده الجهاز يستطيع مخزون القمح 2 مليون طن، يقدر الجهاز النهارده يخزنهم. الجهاز النهارده التارجت بتاعه 2 مليون و200 فدان او 2 مليون 400 فدان في الدلتا الجديده واسوان وطريق بني سويف امتدادا للمنيا وغير ذلك. محاصيل استراتيجيه وكمان قيمه مضافه تصنيعيه. طبعا الجهاز ياخد بيعمل ايه الجهاز بقى؟ بيزرع زراعات يصدرها خارج البلاد بدولار. تمام، يجيب لنا موبايل عالي، ذهب. ايوه ذهب يا فندم. ويستورد لنا الحاجات اللي احنا في احتياج لها. يبقى النهارده بيزرع الحاجه ويصدرها بدولار، ويجيب لنا برضه دولار نجيب الحاجه اللي هي فيها نقص عندنا. ان شاء الله الجهاز، انا وجهه نظر انا على اللي انا شايفه، في خلال 3-4 سنين يبقى عندنا اكتفاء ذاتي تام من اي حاصلات ومحاصيل احنا بنستوردها من الخارج. جهاز مستقبل مصر. جهاز مستقبل مصر هو حول الصحراء لجنة. طبعا دلتا تانية 2 مليون فدان و200 ألف. وانت بتشوف ده على ارض الواقع قدامك، وانت راجل يعني قديم في الشغلانه زي ما بيقولوا كده، شايف مصر رايحه على فين؟ لا، رايحه على طريق بصراحه الى الامان، الى الامان. الزراعه هي اساس بناء المجتمع. الزراعه هي استناد الدوله مقطوعه كده، تخلي الدوله مرتفعه. ما ارتقت الشعوب ولا البلاد الا بارتقاء الزراعه واللجوء للبحث العلمي. نلجا للبحث، ما نزرعش وبس. قالوا في زراعه يبقى في بحث، البحث يضاعف لي القيمه. لو قلت لك ان انت دلوقتي عندك فرصه عظيمه ومعاك سؤال ومحتاجه منه رد قاطع، ايه اللي انت محتاجه من الدوله عشان يقوي هذه الصناعه؟ اللي محتاجينه للدوله عشان يقوي هذا القطاع الزراعي، ايوه فندم. اول حاجه الورق. الورق، وديت بفضل الله عملوها، فتحوا التقنين على مستوى الجمهوريه ومنك للوزاره. عندك ارض زارعها، قدم، هنبحثها، هنبعت لك، كل شغل اونلاين، وهتجي لك لجنه وهتملك لك وتديك عقد. هذا العقد هو ده اللي كان مفقود في الفترات اللي فاتت. توجهت، ما كناش بنعمله يا فندم. لا ما كانش موجود، ما كانش موجود اصلا. توجهت القيادات السياسيه بتوجيهات السيد الرئيس منذ توليه على اعطاء الناس العقود وخدوا منهم حقوق الدوله. ادوا للدوله حقها وادوهم حقوقهم حقيقي. لان احنا كفلاحين، انا راجل فلاح، ابن فلاح، احنا كلنا فلاحين. كلنا فلاحين. اهم حاجه عندنا موضوع الورق. موضوع الورق اهم حاجه، وبفضل الله يعني قد تم على ارض الواقع، ودي اهم حاجه عند اي مستثمر او اي فلاح كبير او صغير. ده اللي خلاك تشتغل طبعا وانت مطمن. طبعا صح كده؟ طبعا. طيب كلمني عن الدلتا الجديده. الدلتا الجديده دي قصه تانية خالص وفيها توسعات زراعيه وتصنيع. كلمني عنها بقى باستفاضه، وايه الخدمات اللي بتقدمها؟ الدلتا الجديده هي منظومه متكامله لبناء مصر العاصمه اللي حضرتك بتقول عليها الاسم بتاع البرنامج اللي حضرتك تفضلت فيه. عاصمه جديده بجد. لك ان تتصوري استاذه ان القصه بتاعت مصر كلها على بعضها كده في الاعوام اللي فاتت، بل مئات السنين، بل الافات السنين، 7 مليون 8 مليون فدان. احنا شوف في مسافه قد ايه من 2021 الى الان مستقبل مصر بس الدلتا الجديده 2 مليون وشويه فدان. انت حسيت ان في طفره حقيقيه طبعًا. في القطاع طبعا الزراعي. يا فندم، استيراد القمح، الدولار، ثبات الدولار. احنا كنا فين وبقينا فين؟ احنا مش كنا الدولار كان ب 70، نزل دلوقتي الحمد لله في وسط الازمات. الزراعه كرامه، الزراعه قرار. الزراعه قرار، من لا يملك قوته لا يملك ايه؟ قراره. يا استاذ اسامه، احنا دايما كنا بنقول اللي عنده ملاءه ماليه او اللي عنده محفظه يا اما يستثمر في العقار يا اما في الذهب. الزراعه فين؟ الزراعه هي اصيل عن العقار والذهب. استاذ اسامه، تضمن لي ان انا اكسب في هذا القطاع ولا لا؟ طبعا. ازاي يا فندم؟ ازاي؟ الزرعه المتكافئه بيئيا مع المكان اللي هتاخدي فيه. انت واخده فين؟
واخده ارض في الصحراء والغرب في المنيا، هتزرعي ايه؟ نخل برحي، نخل مجدول، هتزرعي بطاطس، هتزرعي بدنجان، هتزرعي فلفل. انتوا واخده فين؟ واخده في منطقه المغرى، الملوحه عاليه شويه، هنزرع ايه؟ جوجوبا، هنزرع زيتون، هنزرع نخيل متكافئ مع الملوحه. انت هتاخدي فين؟ في الوادي الجديد، هتزرعي لا نخيل. احنا هنيجي للوادي الجديد ده باستفاضه. تمام. خليه كل جزء ده مع تاني. ايه حضرتك؟ مع اتباع البحث العلمي. انا بكلمك في حاجه تانية خالص. انا دلوقتي بكلمك في تغيير ثقافه بشر، تغيير ثقافه عميل هو معاه ملاءه ماليه معينه. تمام. ومعتاد ان تمام. اول يكون عايش بره بقى، بيشغل في دوله ما، هو نازل بشويه فلوس او أنا اشتغل النهاردة هنا وعمل محفظه ما. حلو. تمام. هو دلوقتي اول حاجه بيفكر فيها، انا هحط فلوسي في حاجتين ما لهمش تالت، تمام. يا عقار يا ذهب. والكفه الاتقل في العقار. في العقار. انت دلوقتي طلع لنا بثقافه جديده خالص، ثقافة الزراعة. ثقافه الزراعه. أنا بقول له هل لازم اكون انا فاهم فيها؟ لا، مش لازم تكون فاهم فيه. اشتغلها ازاي؟ تشتغليها ازاي؟ ممكن في شركات مطورة، ولا تزكوا أنفسكم، في حد كتير غيري خالص. بس أنا هعمل له الأول مناظرة، لأن هو اللي هياخد قرار عايز يطمن. صح. أنا هقول له الأصول نوعان: أصول ثابتة، تمام، وأصول ثابتة منتجة. حلو. أصول ثابتة اللي هي العقار. أنا مثلا خدت شقة بمليون جنيه، ما عادش في شقة بمليون، بس احنا نقول مليون، وخدت أرض بمليون جنيه. السنة الجاية هيجي الجاية يقول لك الناحيه الثانيه هو في ارض بمليون جنيه. في اه هناخد كذا فدان تمام بمليون جنيه تمام. بما يواهي الشقة. تمام. طيب الشقة السنة الجاية هتبقى بكام؟ مليون و200. أصل الأرض كأرض الكذا فدان دول هيبقوا بمليون و200. في هنا تركة مختلفة، في هنا تركة زيادة في المشروع الزراعي، اللي هي إن ده أصل ثابت وده أصل ثابت، ده زاد في أصله وده زاد في أصله، ولكن هناك إنتاج اللي هو بتاع الإيه؟ بتاع الأرض. طب ما انا هأجر شقتي، مش عمرها ما هتضاهي الإنتاج. كام في المية؟ وبعدين الأصل نسبة كام في المية؟ لا طبعا، يعني ممكن تتعدى الثلاث اربع اضعاف. انا مثلا خدت، وليكن مثلا اعمل لك دراسه سريعه، وليكن مثلا خدت 5 فدادين، 5 فدادين الفدان ب 135 او ب 150، هيعملوا مثلا 775,000، وصرفت عليهم ال 250، ادي خدنا المليون. حلو. لو زرعتهم بس برسيم حجازي، برسيم حجازي اللي هو اسهل حاجه بنقول عليه، تمام، وبعت البرسيم ما اكلتوش للمواشي، الخمس فدادين دول هيكسبوا معايا 450,000. عارف ان البرسيم البرسيم الحجازي ده بالذات بيكسب دهب؟ بيكسب ذهب، ولكن الافضل ان احنا نعمل له قيمه مضافه، ان احنا نربي عليه انتاج حيواني، مما يؤدي الى مضاعفه العائد. صح. مما يؤدي الى المساعده في سد الفجوه ما بين الاحتياج والاستهلاك فين؟ في اللحوم والانتاج الحيواني وانتاج الشعب. هو القصه كلها أنا عايزك تبقى عندك نية إيه؟ إن أنت تبقى مساعد قوي في بناء المجتمع، لك بصمة في بناء المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. أنت بتزرع وتقلع، هتاكل وتأكل أولادك وتأكل غيرك. يبقى أنت ساعدت الدولة ولا ما ساعدتهاش؟ ساعدت الدولة بس طبعا، هو ساعد الدولة بس هو كمان عايز يساعد نفسه. ما إحنا قلنا ساعد نفسه أهو، قلنا أهو 450,000 قبل شقة هتتأجر بكام؟ ب 10,000، ب 120,000. زادت ولا ما زادتش؟ زادت. هنا الارض كانت بمليون جنيه السنه دي، السنه الجايه تلاقيها بمليون و300. هنا الشقه برضو نفس النظام. يبقى الاصول نوعان: اصول ثابته غير منتجه، واصول ثابته ايه؟ منتجه. البنيه التحتيه الوادي الجديد ممتاز. عندك جامعات، عندك مستشفيات، عندك جميع المدارس من اول اللغات، ابتدائي اعدادي ثانوي، جميع المدارس الثانويه الفنيه، يعني كل الخدمات علاوه على الجامعات موجوده. طب اقول لك الوادي الجديد المحافظة الوحيدة اللي فيها عاصمة إدارية جديدة. فعلا فعلا. مجمع خدمات يسمى بالمجمع الخدمي، نموذج من العاصمة. تمام؟ أي طبعا. الوادي الجديد، حضرتك انتوا بتكلميني على القانونية والناس بتقول لسه تحت الإنشاء، لسه تحت الإنشاء. سلمت يا فندم وانتقلت جميع المصالح بجميع الإدارات وجميع المديريات في المبنى الجديد. الله. تخش ببصمة وتطلعي ببصمة. ندخل بقى في الشق القانوني، الأراضي هناك أخبارها إيه؟ في سنة 2017 السيد المحافظ ربنا يبارك فيه محمد بن سلمان الزملوط، وكان حافظ الوادي الجديد حينها، وهو انتقل إلى مرسى مطروح لينير منطقة أخرى كما أنار الوادي الجديد حقيقة. أنا بشكره من هذا المكان،
وقد خلف لنا الدكتورة حنان يعني ستكمل مسيرة التنمية على أرض الواقع. تتمتع محافظة الوادي الجديد بانفرادة في موضوع الورق، وهذا الكلام مهم جدا، وهذا الكلام على مرأى ومسمع الجميع. الوادي الجديد المحافظة خادت صلاحيات وزير التنمية المحلية في إعطاء الأرض للمستثمرين خارج البلاد أو داخل البلاد وصغار الفلاحين عن طريق المزايدات وعن طريق الأمر المباشر. إيجار بغرض التملك. هذه جزئية مهمة وعايزة استفاضة، هنستفيض فيها حتة صغيرة. يعني إيه إيجار؟ هي الدولة خايفة من موضوع التسقيع، قلقانة منك، فبتديك الأرض محضر تسليم تخصيص وتسليم قيمة إيجارية. طب أنا عايز أملك، كلنا فلاحين ومستثمرين، طب أنا أروح أأجر؟ طب ما أنا أأجر في بلدنا. لا والفلاح ما يحبش يأجر خالص خالص. ما انا جاي لك اهو. يبقى انت النهارده ازرع واقلع، هتنزل لك اللجنه وهتملك لك الارض وتسمي لك الارض باسمك مباشر على ارض الواقع، ويبقى معاك العقد تضربه في بدله الجاكيت او في السدير بتاعك لو كنت فلاح صغير زي حالاتي. صح كده؟ تمام، وتبقى باسمك. يعني اشتغل والارض يطلع تبقى له باسمك، بطاقه الحيازه باسمه. اهو نتكلم بالعربي اهو، يطلع له العقد باسمه، يقعد على الريشه بتاعته ارضه، محدش هينازعك في الارض، ازرع واقلع هتملك. تعالى بقى قصة نجاح شركة الفلاح للاستصلاح الزراعي. ايه قصة الشركة دي وقصة نجاحها وابتدت ازاي وايه اللي خلاك تدخل في هذا القطاع؟ في الحقيقة أنا يعني العبد الفقير إلى الله، فلاح ابن فلاح، ولدت في محافظة كفر الشيخ مركز سيدي سالم قرية منشية عباس. ودي قرية يعني ريفية من التراث الأول، وأنا أعشق الريف وحياة الريف كلنا والله. حينما انتقلت إلى الوادي الجديد 2005 وتولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، وفتحت الأبواب لبناء التنمية في كل المجالات. فرأيت أن المشروع الزراعي هو الأصل الأصيل في بناء المجتمع. فأنا عايز أعمل حاجة وأفكر خارج الصندوق. طبعا الدولة بتدي الأرض للمستثمرين، ألوفات الأفدنة، مئات الأفدنة، أقل حاجة 100 فدان على هذا القبيل. أنت فتحت الكيان ده من إمتى؟ 2018. 2018 رخصت رسمي 2018. وكان عندك حلم وكنت عايز تحققه؟ حلم، لأن أنا بعشق الأرض، لأن أنا ترعرعت وشفت العمده اللي عنده ارض، شيخ البلد اللي عنده ارض، الناس اللي هم دي ثقافتنا يا فندم، دي ثقافتنا فلاحين، دي ثقافه الفلاحين والصعايده وثقافه كل انا بعشق الارض وبحب اللي بيحب الارض. فالنهارده انا عايز انقل الناس دي، وهو مش هيجي ياخد 100 فدان، ولو خدها مش هيعرف يصلحها. صح. فالنهارده لازم يخش عن طريق ايه؟ عن طريق شركه، وشركه موثوق فيها. فانشات شركه الفلاح لاستصلاح الاراضي، واخذت تخصيص، كان اول تخصيص لي احنا بحمد لله، يعني توسعنا الى 11750 فدان بفضل الله. كان أول حاجة 754 فدان من السيد المحافظ. عن طريق المزاد طورت هذه المساحات بحفر الآبار، عملت الطاقة الشمسية، عملت الأرض ليزر، عملت الأرض مواسير ومحابس، سكك ومصارف، عملت النموذج الحقيقي للفلاح المصري اللي أنا منه، اللي هو شايفه هناك. لأن أنت هتجيبه من هناك من على الريش عايز يجي يلاقي هنا ريش، هتجيبه من على المصرف عايز يجي يشوف قدامه مصر. صح. هتجيبه على بيت ريفي بتنقل له حياه تانية موجوده. أيوة زي ما هي بيتك في غيطه. ده مشروع اطلقناه، بيتك في غيطك، ان انت تيجي تبني على دماغك. بيتك في غيطك بقى ده قصه تانية خالص. بيتك في غيطك ده هو حلم استاذ اسامه، صح كده؟ تمام. من البدايه، من اول ما قلت انا هعمل كيان اسمه شركه الفلاح، ده بيتك في غيطك هي فكره خارج الصندوق تماما. ما هو يا فندم هو مش هيدي الفلاح البسيط اللي زي حالاتي، مش هيدي في الارض الا لما يبني ويقعد على دماغ الارض. انا بيجي لي ناس، احنا الحمد لله بفضل الله يعني عندنا فوق ال 500 اسره دلوقتي بانيين وواكلين وشاربين على دماغ اراضيهم. طب ما تقول لي الفكره ايه؟ الفكره ان هو يجي عايز ارض يزرع ويقلع فيها زي بتاعه البلد، والبيت على دماغ الارض، عايش في الحته بتاعته. ايوه. النهارده هو قاعد على دماغ الارض، وده جنبه وده جنبه وده جنبه، اصبحت زي عزب. استاذ اسامه، انا اللي يهمني في ده كله ان انا لما يكون معايا كام اعرف اشتغل بكام وهنتج منه كام، ابتدي بايه المشروع ده؟ والله هو المشروع احنا بنساعد الفلاح البسيط لحد فدان. فدان يقدر يجي معانا يزرع ويقلع وياكل ويشرب ويأكل أولاده، وكمان هيبقى مساعد في بناء المجتمع.
وهستفيد بيه احسن من ابو 5 فدادين. كام فلوس؟ انا دايما ما انا بقول لحضرتك اقول اهو يهمني انا هدفع كام. 150,000. يعني انا ممكن ابتدي مشروع ب 150,000 جنيه 150,000 فقط. هديله فدان ب 130 135 وهيصرف على الفدان 15. تمام. هيزرعوا قمح وهشغله معايا في الشركه يزرع اراضي تانية لناس مسافرين. ما احنا بنقدم خدمات في الشركه عندنا، شركه الفلاح للتطوير الزراعي والرز الري الحديث. لو انت مش فاضي وانت خارج البلاد هنزرع لك ونشاركك. لو انت مش فاضي وخارج البلاد وخدت معانا في المشروع هنأجر منك لو انت بتخاف من الشراكه. لو انت مش فاضي وانت خارج البلاد بس انت عندك اوبشن ان انت كمان تدخله مشاركه. طبعا ادخله مشاركه معاه نظام التلت والتلتين. هو اللي بيصرف على الارض وانا بقوم بالعماله بالكامل، وهو بياخد التلتين عشان هو صاحب الارض وصاحب المصاريف بعد ما نطلع المصاريف، وانا باخد التلت. استاذ اسامه، عشان احنا برنامج بيعتمد على المصداقيه، واحنا عزمنا نفسنا عندك عشان نشوف على ارض الواقع كل الكلام ده. هنتكلم عن الميه، وهنتكلم عن المحاصيل، وهنتكلم عن الناس اللي عايشه بالفعل، وهنتكلم عن الخدمات اللي موجوده، وهنتكلم عن شركه الفلاح فعلا بتنفذ الوعود اللي تعاقدت بيها مع الفلاح ولا لا. تمام. قبل كل ده انت بتاكد عليا ان انا اقدر افتح مشروع جديد واقدر انفذ كيان جديد ب 150,000 جنيه. تمام. صح كده؟ صح. ايه البنفيت او ايه الخدمات اللي هتدهاني بعد ال 150,000 اديكي جنيه؟ فدان عليه ميه، مستصلح معمول ليزر، يعمل بالطاقه النظيفه، مفيش ديزل. تمام. تزرعي جميع الزراعات اللي انت عايزاها الاستراتيجيه، او تزرعي الخضار، البدنجان، الفلفل، الكمون، اي زرعه انت عايزاها، تعملي انتاج حيواني عليه. تمام. كل ده متاح. ولما نيجي نملك بعمل لك ورقك حسب توجيهات السيد المحافظ وما زال معمول بيه الى الان. تملكي من الدوله مباشر، ويبقى العقد باسمك والبطاقه باسمك وكل حاجه باسمك. معلش سؤال، انا مش عارفه ده هيعجب الناس ولا لا، بس هو انا لازم اكون فلاح عشان استثمر معاك؟ لا، ممكن تستثمري معايا وانت مش فلاح. انا بدير لك، انا باجر منك الارض، انا بشاركك نظام التلت والتلتين، كل دي انظمه. تمام. انت مش فلاحه، ومعايا ناس من مدينتي وجم واشتروا عندي ارض، معايا ناس من الشروق، اقسم بالله معايا ناس من ميدان الجيزه. انا هجيلك انت تيجي تشرفينا. معايا ناس من الجيزه وقصص نجاح على ارض الواقع، وهتقابل ناس ويحكوا لك حكايات. اصبحوا الان حد معانا اسمه خالد سعيد من الجيزه، حطني جنبه فلان اصل فلاح قوي، بمتابعه الشركه وفيديوهات الشركه. خالد سعيد بيحييك. خالد سعيد بيحييك. اصبح النهارده خالد سعيد هو اعلى فلاح بالعلم والتطلع والطاقه الداخليه المخزونه ان هو هينجح. اصل ان شاء الله لازم ينجح. هي الشغلانه صعبه؟ لا. مش صعبه؟ لا. العلم والسوشيال ميديا والتطلع ومعايا حد هو عصب الشغلانه، فانت هتفهمني. احنا بنوجهه، لان معانا مهندسين استشاريين على ارض الواقع، رجال ونساء زائين معانا في الموضوع. احنا عشان وقتنا خلص، واحنا دايما للاسف الشديد طماعين جدا عشان مشاهدينا ياخدوا احسن حاجه في الدنيا. ايه العرض البسيط اللي ممكن تديه لاي حد بيتابعنا اليوم وهو بعيد تماما عن ثقافه الاستصلاح الاراضي او الاستصلاح الزراعي؟ تقول له ايه؟ اقول له المعاينه على الطبيعه خير دليل، ما تجذبش المشروع الزراعي بالباطل لانه هو الاصل الاصيل. في معاينات الشركه بتعملها كل خميس، هتتواصل معانا على ارقام الشركه اللي موجوده على الشاشه ان كانت موجوده مش موجوده تواصل معانا، احنا هنقول لك. لو شرفتنا في الاتوبيس وعملتوا معاينات وخدت قرار في خلال شهر هيبقى ليك خصم ان شاء الله 5%. طب احنا طماعين شويتين، هقول لك ليه. لان احنا ناس بنحب اللعبه الحلوه زي ما بيقولوا كده، وبنحب نكسب. واحنا داخلين على ثقافه ممكن تكون عند بعض الناس من زمان قوي قوي قوي، بس في اجيال ما تعرفش حاجه عن الثقافه دي. فاحنا محتاجين اي حد هيتعاون معاك من خلال برنامج صناع العاصمه يكون ليه استثناءات. يمكن مش عايزين نضغط عليك دلوقتي فيها، بس لازم يكون ليه استثناءات. ان شاء الله لازم يكون ليه استثناءات، وتشرفونا وتنورونا، وتشريفكم لينا شرف كبير لينا. انا بشكرك جدا يا فندم، شكرا لحضرتك. جزيل الشكر للاستاذ اسامه الفار، رئيس مجلس اداره شركه الفلاح للاستصلاح الاراضي، وان شاء الله صناع العاصمه هيكون معاهم قريب جدا من قلب الموقع على ارض الواقع علشان ننقل كل التفاصيل للمشاهدين. اعزائي المشاهدين، وكده تكون خلصت حلقتنا اليوم. اسيبكم في امان الله.